الأسرة التربوية تهتز على وقع خبر صادم وفجعة أليمة. لتفاصيل أكثر عن الخبر ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اهتزت الأسرة التربوية بولاية بتنا تحديدا على وقع فاجعة أليمة وخبر صادم بعد الإعلان عن وفاة تلميذة مسجلة في متوسطة محمود بن عكشة ريزة، وقد حققت على معدل وكانت من بين المميزين والأوائل في مدرستها. وقد أكدت العديد من الصفحات والمصادر المقربة أن التلميذة والمدعوة رحمة موسى اجتازت شهادة التعليم المتوسطة وكانت تنتظر بشغف النتيجة، ولكن شاءت الأقدار أن تتعرض قبل أيام قليلة للسعة نحلة سامة، بالإضافة أنها كانت تعاني من حساسية هذا النوع من النحلة، وتم نقلها للمستشفى بعد تعكر حالتها الصحية، وفارقت الحياة قبل يوم من إعلان نتائج. وتبين بعد وفاتها أنها تحصلت على معدل ممتاز جدا وهو 16.91. رحمها الله وألهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية.